النهارده بإذن الله معانا الجزء التاني من أداة الpen tool تمام، وهناخد النهارده أداة الselection. الselection ديّة وبتعمل إيه وإيه فايدتها وإزاي تتعمل. تمام، أنا مثلًا عندي ال الصورة ديّة أو التصميم ده، أنا عايزة آخد الcoach دوّة، أنا عايز أعمل له selection. يعني إيه selection؟ باعمل له تحديد علشان آخده من جوّه التصميم دوّة كده آخده، بحيث يعني أنا التسريكشن دوّة إن أنا بازيل الbackground كلّه، الخلفية كلّها بتتشال، فأنا عايز آخُد الcoach دوّة أبعده علشان أنا أحطّه على تصميم وأبدأ أعمل أنا التصميم بنفسي، بدل ما يكون التصميم عليه اللون الأزرق والكلام الكتير ده، أنا عايزة أعمله أنا بنفسي. فأنا ممكن أعمل إيه، ممكن أعمل تحديد بالselection الcoach دوّة علشان أنا أبدأ أنا أعمل التصميم بنفسي. طَب دي إزاي تعمله؟ سهلة جدًا، أنت خلاص دوست على الصورة صح، مش أنت جبت الصورة، مش دي مثلًا الصورة إن أنا مثلًا جبتها تمام، تعمل إيه، أهوّة تحدد مثلًا كده أهو، أنا عايز أعمل selection عليها، هتقوم دايس كده طبعًا أنت عندك هنا في شريط الأدوات زي ما إحنا عارفين تمام، زي ما إحنا عارفين أنت عندك هنا شريط الأدوات وعندك هنا الإيه، العناصر بتاعة الأداة صح كده؟ تمام، هتخش كده بقى عند كلمة غطاء، الغطاء ديّة هي الselection. ركّز كده، ركّز، أول حاجة وأنت بتدوس على الغطاء ديّة، بُص ظهر لك الشكل الغريب ده ما تتخضش، هتقوم دايس بس على مفعّل كده تمام، إحنا بُص هنا ركّز كده، هو إيه اللي حصل، بُص عندك هنا الأداتين دُولًا، إحنا عارفين الأداة ديّة لمّا كنت مثلًا بتعمل كده بتودّيها هنا تجيبها هنا، بس إيه ده، إيه اللون اللي هو جايبه دوّة والّا هو بيعمل إيه؟ ركّز كده وهاقول لك دلوقتي هو بيعمل إيه. أنا عايز بس أدوس هنا الأول، إيه فايدة ديّة إحنا كنا ذكرناها في أداة الpen tool، ارجع خالص كان الجزء الأول، كنا ذكرنا إن ديّة بتحرّك الجزء كلّه، فركّز كده، بُص الجزء ده مكتمل، بس ثواني كده، هو الجزء دوّة عمل إيه، لو أنت تاخد بالك هو أصلًا يعني يعتبر هو بيمسح أي حاجة قدّامه، فإحنا عايزين ناخد الcoach دوّة نحدّده، نحدّده كده كلّه، بحيث إن كل اللي وراه كلّه يختفي، وآخد الجزء ده بس. طَب إزاي ده نعمله؟ أول حاجة بُص أنا هاكبّر دي كده، وبُص كده ركّز، طَب أنا مش شايف الcoach، أنا عايز أشيل إيه اللي جوّه دوّة، يعني عايز أشوف عايزة أحدّد طبعًا عليها علشان أضبطها، أنا أصلًا مش شايف أصلًا الcoach، فأنا إزاي أشيل اللي جوّه ده؟ سهلة، شايف المفعّل ديّة، اعملها غير مفعّل بس. طب أنا ليه عملتها في الأول مفعّل؟ عملتها في الأول مفعّل عشان لمّا أدوس على ديّة أعرف أحرّكها براحتي. ممكن بُص هنا مثلًا إيه، شايف هنا الأدوات هنا مثلًا ديّة هنا مش باينة، فتضطر تعمل كده، فتعمل إيه، هتقوم دايس على دي وتقوم دايس هنا وتبقى جاية بس كده شوية وتقوم جايس دي تاني برضه وتعملها كده، فاهمني، عشان كل الأطراف كلّها تبان عندك. طب جميل، طب أنا عايزة أزوّد حبل مثلًا زيادة، يعني أنا مثلًا الحبل خلص منّي، عايزة أزوّد، سهل عادي جدًا، أنت هتدوس هنا وهتقوم دايس على الشريط ده، بُص ده. ركّز كده وعمل إيه، هو مشي كده، فأصبح البداية منين، من هنا، وهو يفضل يمشي هنا كده، 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 كده وهكذا، فاهمني؟ فأنت تعمل إيه، أنت ساعتها بقى ده اللي هنمشي عليه بقى، يبقى هتعملها غير مفعّل تمام، وبعد كده تقوم جاي بقى هنا تعمل الأول هنا، بُص بقى ركّز كده، عندنا حاجة اسمها هنا، شايف دي، شايف الأداة ديّة الzoom، أنت بتكبّر عشان تضبط بالضبط التصميم بتاعك. أنا خدت دي تمام، هتقوم دايس عليها هنا كده، عايز بقى خلاص تبدأ تدوس عليها، بُص مش هتتداس ليه؟ عشان أنت لسه دايس لسه محدد إن أنت هتعمل zoom، فأنت أول ما تدوس على zoom، أول ما توقف zoom خلاص تقوم دايس عليها، خلاص، تقوم دايس بقى على الإيه، المعلم ده، تقوم جايب دي مثلًا هنا، خلاص، تمام، وتتضبط بقى إيه، أهو بُص من هنا كده أهو، بابدأ أضبّط الإيه، الجزء ده تمام، اهم، خلاص قدّامكم واحدة، واحدة أهو تمام، وبعد كده أدوس عليها تاني على الzoom عشان أجيب التانية بس أهي، خلاص، وبعد كده أقوم دايس عليها تاني أهي، وهكذا أهو تمام، ممكن أكبّر الشكل ده شوية كده أهوّة عشان أضبطها بالضبط تمام، أهو بُص، أنت واخد بالك، شايف أنا باعمل إيه؟ اهم، اهم، أهو، شايف أنت ملاحظ؟ جميل، تمام. أقوم مصغّر بس كده شوية، فين الجزء التاني أهوّة، تمام، وهكذا، اهم، تمام، أهوّة، تمام، أهو، شايف أنا بادوس هنا عشان أجيب
بُص هاحرك الإيه، الهاندل بتاعة الناحية ديّة. طب أنا عاوز أحرك دي، تقوم دايس على دي كده أهي، أهي بُص أهي، تمشي بس بدي شوية عشان تحرك اللي تحت دي، تجيبها كده، خلاص، يعني أنا جبت ديّة عشان وبادوس هنا من فوق كده عشان أحرك الهاندل اللي فوق. كل دوّة إحنا ذكرناه بالتفصيل، وموضوع الهاند ده في الفيديوهات، فأنت ارجع. دوست خلاص بقى، أنا دوست هنا عشان أحرك إيه، الهاندل دوّة بحيث إن دوّة التصميم ده كان يضبط أهوّة، تمام، ودوّة أهو، 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 تمام، وديّة برضه أعدلها تاني شوية كده، تمام، تمام كده، تمام، اهم، تمام كده. يالّا نكمّل بقى، إحنا عايزين إيه، عايزين نكمّل بشوية حبول تاني. أنت خلاص دايس على آخر واحدة صح؟ تقوم دايس على مفعّل، وتقوم دايس هنا. ما لكش دعوة بالشكل ده هتتخض، سيبك منّه، هتقوم دايس هنا عشان نزوّد حبل تاني أهو، بُص زوّدنا أهو، وتقوم عامل غير مفعّل عشان تشوف الكوتش بتاعك، وتقوم دايس على الزوم ديّة عشان بس تجيب ديّة، وتقوم دايس هنا تدوس عليها وتودّي هنا كده، تمام، وتكبّر أهوّة، وتقوم دايس على دي كده، وتقوم دايس عليها هنا أهي، تمام، بس وأهو ما لكش دعوة بديّة، إحنا عايزين دي أهوّة، اهم، ديّة أهوّة، اهم، تمام، جميل. يالّا بقى نكمّل تاني. أهو بُص هاعمل لك كل حاجة بالضبط قدّامك عشان ما تتوهش، باعمل لها مفعّل علشان برضه أدوس على دي، وأقوم دايس هنا أزوّد حبل تاني، وأقوم دايس غير مفعّل عشان أشوف الإيه، النقط وهي بتتحرك على الكوتشي، تمام، أهوّة تمام أهو، باجيبها هنا كده وأعمل كده، تمام، وأقوم دايس عليها كده وهاتها كده. طب ليه أنا ما وديتوش مرّة واحدة هناك، يعني ليه ما اختصرتش على نفسي؟ أنت عندك هنا لازم تركّز على النقط اللي بتحدد عليها علشان الموضوع ما يبوظش منك، ركّز كده بُص مثلًا لو أنا حطيتها هنا كده ركّز كده معايا ممكن إيه اللي يحصل، بُص، بُص، بُص ركّز كده، ثانية كده أهو، ابعد دي كده، هات دي، بُص كده أنت عندك في هنا نقطة، وعندك في هنا نقطة، فبُص هنا دلوقتي التصميم ممكن يبوظ منك، مش هتعرف تحدد ديّة ولا تعرف تنزّل ديّة، الموضوع هيبقى مقرف ومش هتعرف تضبط التصميم، فأنت لازم النقط اللي تُقف عليها حتى لو قريبة من بعض لازم تضبطها، فأنا هاجيبها هنا، يعني خلاص دي النقطة اللي واقفة عندها، دايس على دي كده أهي، تمام، تقوم ضابطها كده أهو، وتقوم دايس على ديّة عشان تضبط برضه دي كده أهي، تمام، بُص هنا شايف في جزء هنا لأ، نزّل دي تحت سِنّة، تمام، أهيّة، ودي برضه نزّلها تحت سِنّة أهو، تمام، خلاص عشان تضبطها بالضبط، تمام، وبعد كده برضه أهوّة أصغّر سِنّة أهو تاني، خلاص، تقوم دايس مفعّل، مزوّدين، دايس مفعّل أهوّة، أهو، تمام، أهو نقف على النقطة دي، أهي النقطة دي، تمام، أهوّة، ما لكش دعوة ابعد دي خالص كده دلوقتي عشان مش ناقصين، تمام، أهوّة، أهوّة، تمام، قشطة أوي كده، تمام، تمام، يالّا تاني هنزوّد، يالّا، أهوّة، يالّا. أنا بقى بُص بقى أنا خلاص أنتم كده فهمتوا خلاص الفكرة تمام، أنا بقى هاسرّع الفيديو علشان إيه، يعني ما الفيديو ما يطولش بس، تمام؟
تمام. بصوا يا جماعة، خلاص كده أنا خلصت البين تول، تمام. خلاص كده خلصت السلكشن، تمام. حددتها كلها صح كده. بص ركز كده معايا بقى كده، ركز. بص عندك هنا خارج وداخل، ركز كده. داخل هنا انت كده بتحدد على ديت ان انت تمسح دي، تشيل دي عشان تظهر الباقي. طبعا احنا مش عايزين طبعا نظهر الباقي، احنا عايزين ناخد ديت ونمسح الباقي. فتقوم دايس على خارج، بص جاب لك الرسمة كلها اللي انت محدده، ومسح لك الباقي كله، فاهمني؟ فدي ميزة السليكشن، انت بتظبط التصميم كله، انت تاخد الجزء اللي انت عايزه بس. تمام. خلاص انا خلصت تمام كله تمام. طب ايه الفكرة بقى تاني؟ بص بقى كده، ودي حرفيا الغلطة اللي الكل لما بيعملها، كل اللي هو عمله ده راح. ليه بقى؟ ركز كده معايا كده. انت لما بتكونش مفعلة كده، تمام، انت خلاص محددها، وتقوم دايس صح. لو دوست صح هتلاقي كل اللي انت عملته، السelection اللي انت عملته كله ده كله راح. هتقعد تعيد الselection ده من أول وجديد. فانت تعمل ايه؟ هتقوم دايس مفعل، تتأكد انك دايس مفعل، وتقوم متأكد انت دايس خارج بقى او داخل على حسب انت كنت عايز انهي اللي في التصميم. وبعد كده تقوم دايس صح. اهم حاجة تتأكد انت عامل مفعل، وتقوم دايس صح. خلاص. والحاجة التانية، وأنت تعمل الحاجة دي ما تقلبش الموبايل، يعني ما تعملوش بالطول أو بالعرض، عشان وأنت تعمل بالطول أو بالعرض هتلاقي برضه الselection دي راحت عليك. فأنت حاول تخلّي الموبايل مثلًا على العرض أو الطول وتشتغل، يعني ما تقعدش تهز الموبايل كذا مرّة، فاهمني؟ واتأكد إن دي مفعّل قبل ما تدوس صح. خلاص. أنا هيتبُص الselection ضبطت كل حاجة، بس ثواني كده، في هنا يعني في هنا بتاع أبيض وفي هنا بتاع زرقا، عادي أنت هتخش برضه الselection تقول يا لهوي أعمل بقى ده كله تاني، لأ ده بقت سهلة جدًا. شايف الكوبي دي؟ أول ما تدوس على كوبي ركّز، أول حاجة هتقوم دايس على الكوبي ديّة، وتقوم دايس على ديّة بس عشان نحرك الجسم، تمام. نحرك الجسم التاني، خلاص. وتفضل بقى إيه، أو خلّيها مثلًا هنا كده، وافضل امسح بقى من هنا، كده، 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 كده. بُص إحنا عايزين نسيب 3 أجزاء بس، يعني عايزين نسيب 3 نُقط بس، يعني هدّي كده، عايزين نسيب 3 نُقط بس وهاقول لك ليه. تمام. هنمسح بقى كده تن، 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 تمام أهو. ليه سيبنا بقى 3 أجزاء؟ هاقول لك. لو ركزت كده الحتة اللي إحنا عايزين نمسحها، الحتة اللي حواليها فيها 3 نُقط، فإحنا عايزين نتأكد على ال3 نُقط دُولًا عشان نمسح اللي جواهم. فهتيجي كده برضه، تمام. تمام. وهتقوم جاي دي كده، خلاص بقى تقوم دايس على هنا كده عشان تحدد بقى. هتقوم جاي هنا أهوّة، تمام. طبعًا اعملها غير مفعّل، تمام كده. هتقوم دايس هنا، تمام. وبعد كده هتقوم مصغّرها كده سِنّة، تمام. وتقوم جايب دي كده أهوّة، بس من جوّه بقى، فاهمني؟ من جوّه، إحنا مركّزين على اللي جوّه، إحنا عايزين نمسح اللي جوّه، تمام. تمام. أدّي بقى كده أهوّة هنا، وأرض اللي جوّه أهوّة، تمام. أهوّة. نضبط بقى التصميم ده في الآخر كده، أدّي كده اضبطها تاني، اهم، تمام. برضه كده، خلاص. مفعّل، شايف؟ اتشالت، خلاص. أهوّة. دوس كده يا معلم، واعمل صح، اتأكد إنك بتعمل مفعّل واعمل صح، خلاص. تمام كده. أدي أهوّة كوتشي حلو جميل أهوّة، حُطّه بقى على أي تصميم وهكذا. ديّة بقى فكرة الselection. طبعًا أنا ما كنتش عايز الفيديو بس يطول، بس أنا كنت مركّز أوي على أداة الselection دي جامد جدًا. طبعًا يا جماعة كنت عايز أنبّه على حاجة، طبعًا المشروع اللي فات دوّة، هو مشروع دمج بين كذا حاجة، يعني كان دمج بين كذا حاجة إحنا اتعلمناها قبل كده، وبين الpen tool. فيعني عايزك تمخمخ كده فيه كده وتحاول تعمله، تمام. وعمومًا إحنا أصلًا كنت نزّلت عنه فيديو، كنت نزّلت فيديو shorts، أنا أصلًا باعمله، بس كنت مسرّعه، تمام. فأنا عايزك تعمل نفس التصميم دوّة عشان إيدك بس تاخد على ديّة. وتالت حاجة، تالت حاجة والّا مش عارف. المهم، آمم
الأداة ديّة بتاعة الselection ديّة مش هنستخدمها على طول، يعني مش أي حاجة هنستخدم فيها selection، يعني أمّا يكون مثلًا في مثلًا حاجة كبيرة والselection هياخد منّا وقت طويل، فلأ مش كل حاجة بselection، في مثلًا مواقع ممكن تزيل لك الخلفية مرّة واحدة، بس الميزة في الselection إن أنت بتبقى محتاج أجزاء معيّنة والAI أو أي موقع ممكن ما يدّيهالكش، وممكن يدّيها لك مش هيعرف يدّيها لك وهتلاقيها باظت معاك، ميزة الselection هتساعدك في حاجة زي كده، تمام؟ بس ولو عجبتك الحلقة تنزل دلوقتي حالًا تشترك في القناة. باهزر طبعًا اللي أنت عايزه. بس و وبس وتدّينا 1 لايك كده على الماشي، بس. سلام.